عندك عقلين كرويين، واحد صانع ألعاب أسطوري والتاني دينامو تونسي جاي بقوة. مين فيهم الأقوى؟ عبد الله السعيد ولا محمد علي بن رمضان؟ خلينا نشوف الأرقام هتقول إيه. نبدأ بالعمر. عبد الله السعيد عنده 40 سنة، أما بن رمضان عمره 25 سنة، والقيمة السوقية بينهم فرق كبير. السعيد ب150 ألف يورو وبن رمضان ب1.5 مليون يورو. نيجي لمسيرة الأندية. عبد الله السعيد بدأ من الإسماعيلي، بعدين الأهلي، جرب فنلندا والسعودية، رجع مصر مع بيراميدز، وأخيراً في الزمالك. أما بن رمضان مشواره بدأ مع الترجي التونسي، طار على المجر مع فرنس فاروشي، ولسه نازل محطة الأهلي. الأرقام الإجمالية: عبد الله السعيد لعب حوالي 468 ماتش، سجل 131 جول وصنع أكتر من 100 أسيست. أما بن رمضان لعب 194 ماتش، سجل 39 جول وصنع قرابة 20 أسيست. الموسم اللي فات السعيد مع الزمالك شارك في 37 مباراة، سجل 8 وصنع 6. بن رمضان مع فرنس فاروشي لعب 42 ماتش، سجل 5 وصنع كذا أسيست مهم. نخش على البطولات. عبد الله السعيد عنده 12 لقب، أبرزهم دوري الأبطال مرتين، الدوري المصري 4 مرات، وكأس المصر وكأس السوبر كذا مرة، ولسه واخد مع الزمالك كأس مصر والسوبر الأفريقي. بن رمضان كمان تقيل، فاز ب7 بطولات دوري مع الترجي والمجر، دوري أبطال أفريقيا مرتين، وكأس السوبر التونسي. الإنجازات الفردية: السعيد هداف الدوري مرتين، أفضل لاعب مصري 2016، وكمان دخل نادي ال100 في الدوري. بن رمضان صغير بس لاعب كأس العالم 2022 مع تونس، وواخد لقب الدوري المجري من أول موسم. يعني عندنا هنا الخبرة والتاريخ مع السعيد، وضدها الشباب والطموح مع بن رمضان. اتكلمنا بالأرقام، دلوقتي دورك تقول، لو هتبني فريق أحلامك تختار مين في نص الملعب، عبد الله السعيد ولا بن رمضان؟ شاركنا في الكومنتات.